السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة العالم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. العالم في القديم كان فيه قوتان كبيرتان عظيمتان، الدولة الرومانية وعاصمتها القسطنطينية نسبة إلى الإمبراطور قسطنطين، والدولة الفارسية وعاصمتها المدائن، لأن كل ملك من ملوك الفرس كان يسمى كسرى. والعرب بقى قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم كانت في حاجة لحد يصلح من حالها. فالعرب في الجزيرة العربية كانوا بيعبدوا الأصنام، حجارة بيعملوها بايديهم وبعد كده بيسجدوا لها، وكان واحد ياخد حجر صغير على هيئة صنم ويسجد ليه، ولما يكون مع حد منهم تمر وما معهوش صنم فبيعمل من التمر صنم وبعد كده بيسجد ليه، ولما يجوع ياكل الاله بتاعه. وفي مرة من المرات احد الجهلاء شاف ثعلبين يتبولان في رأس صنم من الاصنام دي. والعرب كان فيهم عادات سيئة وعادات حسنة. من العادات السيئة دي شرب الخمر، وأد البنات، إهانة المرأة، القتل، السلب. وبجانب العادات السيئة دي كان عندهم عادات حسنة، الكرم، الشجاعة، المروءة، حسن الجار. وما كانش لهم في الجزيرة العربية ملك يجمعهم تحت ولايته زي ما كان في اليمن والغساسنة في الشام والمنذر في العراق، لكن كل قبيلة لها شيخ من أبنائها كان زي الأب بالظبط، كان بيحبهم وبيحبوه ويطيعوا أمره ويسمعوا كلامه. العرب بقى في اليمن كانوا منظمين جدا وكان عندهم جيوش مدربة على القتال، إنما الحروب في الجزيرة العربية كانت تعتمد على حاجة اسمها الكر والفر. وكان ملك اليمن في الوقت ده كان اسمه تبعا، واليمن كان فيها حضارة عظيمة جدا، كان فيها سد مأرب. السد ده كان بيروي أشجار واسعة جدا وزرعت فيه الأشجار على كل شكل ولون. كانت المرأة بتشيل حاجة زي القفة كده على ظهرها وتمشي بين الأشجار، والقفة دي تتملى من كل الثمار من غير حتى ما تمد ايدها تاخد الثمرة. وكان الجو بتاع اليمن في الوقت ده نظيف خالي من الحشرات، وكانت تسمى اليمن في الوقت ده بلاد العرب السعيدة. وكان في قصر غمدان، كان في طوابق كتير واسقف وعمدان. الغساسنة بقى كان نسبة لرجل يسمى غسان، القبيلة دي جات له من اليمن وبعد كده ارتحلت إلى الشام قرب دمشق. والغساسنة كانوا تحت سيطرة الرومان، كان أشهر ملوكهم الحارث الأعرج، وكان آخر ملوكهم جبلة ابن الأيهم الذي أسلم في عهد عمر بن الخطاب، وبعد كده ارتد عن الإسلام وذهب إلى بلاد الروم، وبعد كده ندم على ارتداده عن الدين الإسلامي وظل يبكي. المناظرة بقى ده كان نسبة إلى الملك بتاعهم كان اسمه المنذر ابن ماء السماء. كانوا في العراق تحت سلطان الفارس المجوس من عباد النار، وكان الفرس والروم في حالة حرب دائمة. وكان الجيوش المتحاربة من العرب كان المنذر والغساسنة، كان الجند من العرب والقادة أجانب. العرب يقتلوا بعضهم، الثمرة في الآخر الأجنبي الروماني والفارسي. فلما جه الإسلام وحد الجزيرة العربية وأنقذ الغساسنة من الروم في معركة اليرموك في الشام، وأنقذ المناظرة من الفرس بعد معركة القادسية ونهاوند، وامتدت الدولة الإسلامية من الصين شرقا للأندلس غربا. لا يحتاج المسافر في الوقت ده لجواز سفر، لأن الدول كلها كانت عبارة عن دولة واحدة تحت إمارة واحدة يدعى الخليفة الإسلامي. دي كانت حياة العرب في الجاهلية وحياتهم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، حالة من الفوضى والرعب والخوف الدائم. كان الواحد منهم متعصب لقبيلته هو وفقط، كانوا متمسكين جدا بالمثل اللي بيقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لم يعرف العرب ولا العالم الهدوء والأمن والسلام إلا في ظلال الإسلام وفي ظل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح ينام في بيته آمنا من غارة تقضي عليه.